بعتي المسيح بكام؟ اخدتي كام عشان تشتري اسلامك وتطلعي على السوشيال ميديا تجرحي في المسيح وتصلي بيه من اول وجديد؟ صفقة خسرانة. مقامرة بأبديتك. ايوه، كانت مهمة في الحتة دي في الرسالة. نفصصها حتة حتة عشان ايه؟ يعني نمسك العقل كده، لو ان انا عارفة ان مفيش بربع جنيه عقل. بصي يا زعبولة القلة، تعالى اقولك. انكل زعبولة القلة اللي بعت لي المسجات الكتير طول الاشهر، مش هعمل لك بلوك. والله ما هعمل لك بلوك، انا سيبك كده اهو تدري وتنكد في نفسك. انا مبسوطة بهريتك ونكدتك الصراحة. بصي يا انكل زعبولة القلة، مبدئيا كده انا ما بعتش المسيح. بالعكس، انا اؤمن بعيسى المسيح ابن مريم، السيدة العذراء عليها السلام وعليه السلام، وآمنت بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعتش، أنا كملت. كانت حتة ناقصة عندي فمسحت الغبار اللي كان على دماغي، ولمعت نافوخي وفهمت الحقيقة وعملت الصح اللي أنا شايفاه صح. كملت وأؤمن بالمسيح عيسى ابن مريم، ما بعتوش وبحبه أكتر منك. أنا بحبه أكتر منك. أما بقى بعتيه بكام بقى أخدتي كام بصي يا أنكل زعبولة، تعالى أقول لك يا أنكل زعبولة. انتوا معاكوا الملف بتاعي من 99 17 10 99. زي ما قلت لي في التليفون كده لما اتطلقت، انت الملف بتاعك معانا من 99، فاكيد الملف اصل انا طلع ليا ملف. انتوا تعرفوش ان طلع ليا ملف يا ولاد. فانا الملف بتاعي معاكوا من 99 صح؟ معاكوا اسمي ومعاكوا بياناتي، وعندكوا ولادكوا اللي بيجيبوا لكم كل حاجة، فتقدر تدي معلوماتي لحد من ولادكم انكل زابولا يجيب لكم انا زاد عليا ايه من 99. حساباتي في البنوك معيش 10,000 جنيه في بنك ولا في بوسطة ولا اي حاجة. 10,000 جنيه كده مكسورة معيش. دهب ما عنديش، واللي بطلع فيه في فيديوهات ساعات ده دهب صيني، والناس ليها نظرة عارفة الدهب الحقيقي من الدهب الصيني. فلا فلوس ولا دهب. امبارح انا قلت ايه؟ ان انا قاعدة في شقة ابويا اللي هي ايجار قديم، وطلعت لكم وصل الغاز باسم ورثة وديع، اللي هو انا ورثة وديع. انا لسه قاعدة في شقة بابا اللي خدتها بحكم محكمة عشان انا وريثة ابويا. ورثته لما ابويا توفى وانا عندي سنة ونص، ولما استلمت ميراثي لان انا اوريدي ورثته قبل ما اشهر اسلامي. اللي ما ورثتوش هي امي، ما ورثتش ماما، لكن ورثت كانوا 22,000 جنيه في البنك. وحقي في الشقة ان انا اقعد فيها، مش حقي لا اعرف ابيعها ولا هكمل فيها لان خلاص القانون القديم نزل. 6 سنين وهنطرد. فانا حتى مش عارفه هعمل ايه بعد 6 سنين. فانا زاد عليا ايه من 99 للنهارده؟ لا عندي حساب في البنك فيه 3 مليون دولار ولا حاجه، ولا عندي ذهب، ولا بناتي عندهم ذهب بالمناسبة، حلق كده مش موجود. شوف، حلق جرام ما عنديش. والشقة إيجار قديم ومش بتاعتي، بتاعت أبويا، وهنطرد منها كمان 6 سنين.
ولا عندي عربية ولا عندي حتة أرض. يا مولاي كما خلقتني، ما عملتيش حاجة. فصفقة خسرانة وأمرتي ولا مقامرة بالأبدية وباتي المسيح بكام والكلام التخين المجعلص ده اللي انتوا بتقولوه. هو انتوا العقل ما عداش عليكم بربع جنيه؟ هو لازم اللي يشهر اسلامه يشهر اسلامه يا عشان فلوس، يا عشان خاطر بتحب واحد، آه، يا مخطوفة؟ العقل ده ما عداش بربع جنيه. ما فيش مثلا اشهرت اسلامها عشان هي اقتنعت بده وعقلها صدق ده وآمن بيه فمشيت في الطريق اللي هي عايزاه واللي هي شايفاه صح. العقل ما فيش بربع جنيه خالص خالص كده يعني. هو انا كده كده عارفه ان ما فيش عقل بربع جنيه، بس مش للدرجه دي. ما زادش عليا حاجه، وانتوا عارفين مكاني وانا مش فارق معايا وما بخافش. وعندكم الملف بتاعي زي ما قلت. ما بخافش بقى ليه؟ لسببين. الاول ان ربنا سبحانه وتعالى حميني، وشفت ده في حياتي كلها، سندة ربنا وحماية ربنا بأي حاجة في الدنيا. التانية ان حكومة بلدي حمياني برضه، وحمتني مرة واتنين وتلاتة وانتوا عارفين، وعينهم عليا. فانا مش خايفة، وعارفة ان انتوا عارفين مكاني و... وعارفة ان ملفي معاكم زي ما قلتولي بالظبط. فايه بقى؟ انا مش هعمل لك بلوك، ومش هعمل للي انت بتبعتهم بلوك. انا حابة ان انا اتفرج عليكم كده وانتوا، بصراحة بتبسط، بتبسط. وفي نفس الوقت والله بدعي لكم بالهداية، والله العظيم ثلاثة انا بدعي لكم ربنا يهديكم. انا مش هتدخل يعني، ولا هرد عليكم. يعني انا سايبكم كده معلقاكم، ما بردش على رسايلكم، سايباها كده متعلقة ومش هرد عليكم. ويوم ما هرد في فيديو كده عشان يضايقكم اكتر. انا عارفه ان انت متضايق دلوقتي من الفيديو، يا انت بقى تعملي بلوك عشان تبطل تتفرج عليا وتتضايق، يا تسكت بقى يعني، يا تنبط يا انكل زعبولة وتسكت بقى انت واللي بتبعته. انا لا بصاحب حد ولا بتكلم مع حد ما اعرفوش و... ولا هرد عليك. ولو هرد عليك هرد عليك مباشر في فيديو كده عشان ابينك قد ايه انت راجل مخك فسفس. ربنا يهدي. والله العظيم انت راجل مخك فسفس. يا رب، يا رب شوية عقل بس يصدقوا ان في ناس بتشهر اسلامها بكامل ارادتها عشان هي اشترت اخرتها. انا اشتريت اخرتي، لا بعت المسيح ولا صلبته من جديد لان انا مش مؤمنة بصلبه اصلا، ولا هي صفقة خسرانة، ولا هي مؤامرة بأبديتي. انا اشتريت اخرتي. شكرا لحسن استماعك انكل زابولا. يا ريت نبطل رسايل. اشوفكوا على خير.